النهارده هنعمل حلقه من الحلويات الحلوه والسهله وهي الشوكو بايتس. الحلويات دي ميزتها ان هي تشرفك في وقت العزومات، وفي نفس ذات الوقت الاكله دي جباره. الحلويات دي يعني محتاجه لمه، محتاجه عزومه، هتبقى يعني هتشرفك. نكسب الصلاه على النبي ويلا بينا. هنحتاج كوبايه من اللبن، ربع كوبايه زيت، بيضتين كاملين، باكوين فانيليا. ودلوقتي هننزل بالمكونات الجافه: كوبايه ونص من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، رشة من ملح الليمون أو عصارة ربع ليمونة. ننخل المكونات الجافة مع المكونات السايلة ونجيب المضرب بتاعنا ونقلب الاتنين على بعض بالمنظر الحلو ده. وأول ما يطلع القوام معانا تقيل بالمنظر ده هنزود ربع كوباية من اللبن، ولازم يطلع القوام معانا يعني تحسه كده زي قوام الايه البان كيك او قوام الكيك. ودلوقتي هننزل بالخليط بتاعنا في اي كيس مطبخ او كيس اللي هو كيس الحلواني ده. ودلوقتي فاضل بس ان احنا هنقطع الكيسة حتة صغيرة كده من تحت بحيث ان احنا ننزل منها الخليط بتاعنا. هنحتاج الطاسة، ممكن نستخدم طاسة اللي هي طاسة القلي او طاسة الكريب. ننزل بالخليط بتاعنا زي ما انا نازل بيه كده في الفيديو، واول ما يدي معانا فقاقيع بالمنظر اللي قدامك ده هنقلبه على الجهة التانية، ومش هيكمل الحوار معانا دقيقتين تلاتة. يعني الحوار كله اصلا الكمية دي كلها ما خدتش مني 10 دقايق على بعض. ولازم العجينة تطلع معانا افلافي كده، تحس ان هي زي مثلا القطايف الكلام ده، فاهم؟ ودلوقتي هندخل على المرحلة اللي بعدها. بالنسبة للحشو ممكن تستخدم اي نوع حشو، اي حاجة تخطر على بالك ممكن تستخدمها للحشو، بس انا بالنسبة لي استخدمت مربى. انت ممكن تستخدم لوتس، بيستاشيو، اللي يخطر على بالك احشي بيه. ودلوقتي هننتقل على المرحلة اللي بعدها. هنحتاج اي نوع قالب شوكولاتة 200 جرام، نعمل له حمام ميه ساخن ونسيحه لغايه ما يبقى معانا بالمنظر الحلو ده. هنجيب العجينه بتاعت الشوكو بايتس وننزل عليها بالشوكولاته بالمنظر ده، ونقلبها بالمعلقه وننزل عليها بالشوكولاته بالمنظر ده. يعني بمعنى تاني هننزل بالشوكولاته على الجهتين الاتنين، وننزل بيهم في اي مصفى زي ما انا نازل بيها كده، بحيث ان هو ينزل الخليط الزائد منها. والخطوه اللي بعد كده هي خطوه التزيين. هتزين بصوص شوكولاته، اللي هو صوص الشوكولاته اللي بينعمل في البيت ده، اللي هو كاكاو وسكر ولبن بودر والكلام ده، وهتزين بيه زي ما انا زينت بيه كده بالمنظر ده. وديتها التلاجة لمدة ساعتين وطلع معايا الجمدان اللي قدامك ده. عموما الأكلة دي سهلة وسريعة وبسم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني الأكلة دي حلوة، وبالذات هتشرفك في أوقات العزومات. ونقطة تانية برضو عايز أعلق عليها: الأكلة دي مش مكلفة، يعني شاكب راكب الحوار، يعني كله 60-70 جنيه، فاهم انت؟ واشوفكوا على خير في الفيديو الجاي. سلام.